اهلا بيكم. بص يا جدي فريرة، احنا كده اللي بنضيع الدوري من ايدينا. ما ينفعش اساسا تبدا بلعيبه ملهاش في الكوره، عمر جابر ورؤى ويوسف حسن، والشوط التاني تنزل اللعيبه اللي المفروض اصلا تبدا بيهم الماتش، عشان لما الزمالك يكسب نقول ان تغييراتك هي اللي كسبتنا. احنا عارفين ان انت عبقري، فمش محتاجينك تعك عشان تثبت لنا الكلام ده. بص يا جوزفالدو يا فيريرا، عمر جابر انت شايف انه افضل من السيد عبد الله نيمار؟ اشرف رؤى افضل من دونجا؟ محمد عبد الغني يلعب باك يمين ليه؟ احنا بيلعب باك يمين في الطوارئ لما يكون عندك واحد واتنين اساسي وبديل، وتلعب محمد عبد الغني، حاجه غير مفهومه. سيف الدين الجزيري اسوأ من يوسف حسن؟ احمد السيد زيزو انت شايفه شمال افضل من الناحيه اليمين؟ حاجه فوق الخيال. لو انت مقتنع بكل الكلام ده يبقى عليه العوض ومنه العوض في الباقي الموسم كله. خلينا في المفيد. اشرف رؤى لا باص صح، ولا مراوغات صح، ولا استخلاص كرة، ولا هجوم ولا دفاع، ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. عمر جابر، وقبل ما اقول لك على عمر جابر عايز اقول لك ان كل شغلانه رؤى في الملعب، لان هو اصلا اروق ديفندر في مصر. كل شغلانته في الملعب بيعمل حاجتين: بياخد كوره من فتوح يديها لعمر جابر، وبياخد الكوره من عمر يرجعها لفتوح. عمر جابر، عمر جابر اكبر لغز في تاريخ كرة القدم المصرية على الاطلاق. لا لاعب عالي مثلا وموهوب ومضيع موهبته زي صالح جمعة وزي محمد إبراهيم الزمالك سابقا. هو مش كده، ولا هو لاعب عنده جرينتا، ولا لاعب عنده شخصية، ولا لاعب عنده روح من شلة طارق حامد، ولا لاعب عنده مجهود بدون مخ. هو مش كل الكلام ده، وسبحان الله مع كل ده بيعمل عقود بأرقام كبيرة وبيروح المنتخب. ما تفهمش ازاي. تحس ان الولد ده هيطلع شخصية مهمة ومتنكرة في شخصية لاعب كورة عشان يضلل الجمهور عن شخصيته الأساسية اللي هي إيه؟ اللي هي أستاذ خدمة اجتماعية في مدرسة إعدادي تابعة لوزارة التربية والتعليم. وفي الآخر يطلع الراجل الكبير في آخر الفيلم وهو بيشرب السيجار الكوبي الفاخر وبينفخ الدخان وبيلف بالكرسي عشان يقول لنا: عرفتوا إزاي الكورة بتغيب العقول؟